السلام عليكم. هنعمل طريقة جبنة كريمي كوبايات بطريقة اقتصادية في البيت بأسهل طريقة تنفع للسندوتشات والحلويات وموفرة جدا زي الجاهزة. كيلو لبن وعليه معلقة ملح، وهننزل ب4 معالق نشا كبيرة و3 معالق طعم جبنة، وعلى نار هادية هنقلبهم كويس. وهننزل ب4 مثلثات جبنة ومعلقتين زبدة، وهنقلبها كويس لحد القوام ما يبقى كريمي ويتقل معانا. زي كده، وهي كده بقت جاهزة معانا، وهنسيبها تبرد. وبعد ما تبرد هنفضيها في البرطمان. وباقي الكمية عملتها مثلثات في علبة فيها كيس تلاجة مدهون زيت، وفضيت فيها الجبنة ونسيبها في التلاجة ساعتين ونقطعها مثلثات. وعملت معانا كمية حوالي 1.5 كيلو، وعملنا نوعين كوبايات وجبنة مثلثات. طريقة موفرة جدا واقتصادية جدا جدا، ونفس طعم الجبنة الجاهزة ومن غير مواد حافظة. لو عجبتكم الوصفة اشتركوا واعملوا لايك.